يلا يا ساكنة حاملنف وجمعة كاملة وانت تقتل فيا وتسلط عليا في سيدي بوريقة باش نحكي لك حكاية دفع الله ما كان أعظم. أي تفضل يلا وحل وذنيك مليح. والحديث للجماعة قال لك على سلطان، هاك السلطان عنده زيرو كيف كل سلطان، لكن سي السلطان هذا يكره الوزير متاعه ما يحبوش، وهذا مش عجب الملوك يكرهوا الوزر متاعهم. مش كل ملك يكره وزيره، اما في العشرة تلقى ستة سبعة اللي يكرهوا الوزر متاعهم، والسبب فيه صاحب نصيحة ديما مكروه، ويقولوا خذ كلام اللي بكيك وما تاخذش كلام اللي ضحكك. الوزير يبدا ديما في جنب سيده، والنهار كله هو ينصح فيه للشيء الفلاني والشيء الفلاني. تلقى الملك ظهر له باش يعمل حاجة، الوزير يقول له يا سيدي هذه ما تعملهاش. اش تقول الرعية، اش يقولوا الأمم، اش يقولوا الملوك اللي وقت اللي مش يسمعوا بيك تو. ما تعرفش في المناسبة الفلانية كيف هذه اسكندر اش عمل، ولا سيدنا عمر بن الخطاب اش كان موقفه. وما يخفاكش اللي الشريعة الإسلامية تقول ما هو كذا وكذا. أنا ما نحكمش في سيدنا وما نمنعوش، نظروا أصلح، أما هذه يحفظها له التاريخ والأجيال القادمة يقولوا كان الملك في الفلاني أعمل له عمل. الملك كيف يسمع كلام هذايا يرجع له شاهد العقل ويبطل ويعمل ما قالت به الشريعة. أما هذه حاجة كان عنده كيف باش يعملها وبطل، والوزير هو اللي طيرها له ولو نصحه ونصيحة من الدين. وهذيك وظيفة الوزير يوقف، لكن يبدأ ديما منبوذ منه. اللي ديما وقف له كرمكم الله كيف الشوكة في قراجمه. عاد قلنا السلطان هذا يكره الوزير بتاعه، ما ثماش علاش، اما هكا حتى ولا كل كلمة اللي يقولها الوزير ما تعجبوش. السلطان عنده أحصان يعز عليه أكثر من مموعينه، أحصان من جياد الخيل، من هاك اللي يقولوا يعلفوهم الجلجلان ويشربوهم الزر، هاك اللي يتكلموا فيهم الشعراء الكوميت والمعرف السريع والمعرف شنو. هاك الحصان هذاك مرض، وبدات الطبة ماشية جاية وكل طبيب يوصف دواء، لكن الحصان ديما التالي ليس القدام. والسلطان عرق الغضب نازل بين عينيه وخايف على حصانه لا يموت، وقال لو كان واحد يجيني يقول لي الحصان مات نلعب له براسه كما يقولوا، ولو تكون مرتبته. قدر ربي الحصان مات. اشكون ماشي يمشي يخبر السلطان يعرفوا مش ياذن عليه بالمشنقة. باش سايس قال خاطيني، الحجاب كل واحد هرب من جهة، الطب سلوها جوينية. قال الوزير انا نخبره، والموت والحياة بيد ربي. تخلى عليه وقف، عطاك رسلتنا ساكت. اش ثم يا وزير؟ ساكت. تتكلم مش باش تخبرني. قال له يا سيدي الحصان. قال له قل لي مات. قال له يا سيدي من فمك مش من فمي. حصاني كيفاش نعمل ما شنو. قال له يا سيدي دفع الله مكان أعظم، وإن شاء الله راسك حي وانت سلطان وتشتل وتجيب بخير منه. عجايب. قال له دفع الله مكان أعظم، هو ثم مصيبة أعظم من هذه. وقعد هاك السلطان هذاك يتكمر وطايرت له، بالأخص ما هالو زي الكمنطر هذا اللي جاي يقول له دافع الله مكان أعظم. تعدت مدة، تنسات هاك النازلة هذيك، مرضت الملكة ماتت، أم أولاده ويعزها محزة كبيرة. حزن عليها الحزن الشديد، والسرايا لبست لكحل وطفاو الضوء من عند المغرب.
من غدو يكد فينا سلطان واقف والأمراء والملوك والسلاطين وقراصنة الدول والأعيان جاية تجري وتعزي. كيف جاء طريق الوزير كب عليه وبس له يده وقال له يا سيدي دافع الله ما كان أعظم. كحالة الدنيا بين عينيه عجايب، يقول لي دافع الله ما كان أعظم زاده، ثم ما أعظم من هذه؟ زعما يقولها لو كان مات هاك الكلبة مرته ما يحس الجمرة كان اللي يعفس عليها وشامت فيا وجبد من هاللاوي مش يولي له هم وهلواس. ولا يخزل الوزير كانوا يخزل سفش. بعد مدة قامت خصومة بينه وبين الملك اللي مجاوره على الحدادة اللي بيناتهم. واحد يقول أنا ترابي يوصل لهوني، والآخر يقول هذا يا ترابي أنا. كل حد شد صحيح وما حبوش يتفاهموا ويجيوا للصلح. عزموا على الحرب والميدان. بدا هاك السلطان يلم في العسكر، عبى القشلات والفصالة تفصل والخياطة تخيط في كساوي العساكر، والصبابطية تخدم للمحلة وناس تكركر في السلاح وتكدس، والسلطان يجبد في سبايك الذهب ويصرف ويدفع. أجبد ما ترد جبل تهد فرغت خزنة. أي تقابلوا المحلات وكل حد نده شيخه. نهار الفوق ونهار اللوطة ما تكمل الجمعة إلا ما هاك السلطان هذاك المحلة نتاعو فنات، ما تبقى منها إلا اللي قال لحماية ستار وعمل على سويقاته وجا خبر. حزن السلطان الحزن الشديد، حزنت البلاد، توقفت كل حركة، الناس ماشية الحيط الحيط والسرايا كأنها درميت. وإذا بيه جاي سيدي الوزير يكرفش لاكتو دخل قدم وخر اعتكار السلطنة، قال له يا سيدي وسع بالك، الدنيا دنيا ربي راهي، ولد المراه غالب ومغلوب، ودافع الله ما كان أعظم. هذه عظمت عليه أكثر من كل شيء، وأكثر من الهزيمة اللي تهزمها في الميدان، وظلامة الدنيا في عينيه، وعزم باش يقتل هالوزير ما عادش حاجته بيه، خليقته ما عادش حب يشوفها. عيط الواحد من الحجاب متاعو قال له برا مشي لي كما نقولوا لجبل بوهدمة، نحبك تدبر لي في كرمكم الله لفعة. لفعة مش لازم نوصيك عادك، اللي فيها قابل تقتل 100. قال له حاضر يا سيدي. اركب الراجل مشى للجبل، قعد جمعة من الزمان يفركس، يلقى زنس هامة عترية مسوفجة ضربتها ما فيهاش دواء، كيف هاك الأكل اللي يسميوها دقرجة في جهة عمرة والهمامة وقفصة وفي جهة هذوك. أرماها في مزود جلد وروح له بها. البيت اللي يقعد فيها السلطان بيت قبو مقاصر متاع بكري، هاك اللي في القبو يبدا ثم مرفع